الحقيقة الفيديو ده أنا جاي مش هتكلم عن حاجة طبية. أنا جاي أشكر إيناس اللي أحرجتني بذوقها وهديتها الغالية والقيمة، واللي مش عارف بصراحة أقول لها إيه. الحالة دي كان عندها ورم ليفي، جات لي من شهر كده وهي لسه آنسة، وسمعت كلام كتير عن إمكانية شيل الرحم وإن هي تخسر الرحم مع العملية. وسبحان الله هي كانت من العمليات البسيطة، ما كانتش من العمليات الصعبة ولا حاجة، اشتغلنا أصعب منها كتير. والحمد لله العملية تمت بخير، وعملنا لها تدخل جراحي دقيق، شلنا الأورام الليفية وحافظنا على الرحم تماما. درجة الحمد لله بعد شهر من العملية ما كانش فيه أثر للجرح، ولا في حتى أثر في الرحم إن كان فيه أورام ليفية. ويمكن ده هي شافته بنفسها لما جت تعمل أشعة الحوض بعد كده. كل الناس كانت بتنفي واستحالة وجود أورام ليفية في الرحم ده قبل كده. فالحمد لله كانت نتيجة العملية مرضية جدا جدا. لقيتها الأسبوع اللي فات جايبة لي هدية، بتقول لي إن هي ما بتعرفش تختار هدايا. بفتح البوكس لقيت فيه بيرفيومز من أحسن البيرفيومز اللي شفتها قبل كده، ولقيت معاهم الساعة دي. الساعة دي اللي ما يعرفهاش دي ابل واتش الترا، واللي عارفها كويس عارف سعرها وعارف قيمتها. شكرا جدا يا الناس انك كلفت نفسك وتعبت نفسك، والله الموضوع ما كانش مستاهل كل ده. وهقولها لك مرة واتنين وتلاتة، انا ما عملتش غير شغلي وما قدمتش حاجة غير شغلي اللي انا المفروض اقدمه. وكتر خيرك جدا على تعبك. وكمان ما كفاش كده، لقيتها النهارده بعتها لي البوكس ده على العياده، في شوكولاته مباتشي، وكاتبه لي عليه جمله ظريفه جدا. يعني بصراحه مش عارف اقول لك ايه. برضه هقولها لك تاني وتالت ورابع، انا ما عملتش غير شغلي. وشكرا جدا على ذوقك وعلى ادبك وعلى احترامك، وشكرا على كل حاجه عملتيها. والرساله اللي دايما بنوصلها للناس ان احنا ما نهولش حاجه مش كبيره، وما نصغرش حاجه هي فعلا كبيره. بنواجه كل عيان بالمشكله بتاعته والحياه بتاعته وطريقه العلاج المناسبه، وبنراعي ربنا في شغلنا الحمد لله. في الاخر بشكرك يا ناس، تعبت نفسك وكلفت نفسك جدا، والموضوع بسيط وانا فعلا ما عملتش غير شغلي. بس فعلا هديتك دي اسعدتني، وشكرا جدا على ذوقك وادبك.